هيحصل لو ما اهتمتش وما عالجتش مقاومة الانسولين. الاول ازاي تعرف ان عندك مقاومة انسولين؟ اول حاجة اذا كان عندك وزن زايد ومتركز في منطقة البطن، ومحيط الخصر اكتر من 88 سنتيمتر في السيدات، وللرجال اكتر من 102 سنتيمتر. تاني حاجة لو سكر الدم الصايم اكتر من 100 مللي جرام بر ديسيلتر. تالت حاجة لو عندك مناطق غامقة في جسمك، في منطقة الرقبة او تحت الابط او في ثنايا الجلد، او عندك زوايد جلدية. رابع حاجة لو الدهون الثلاثية أثناء الصيام أكتر من 150 مللي جرام بر ديسيلتر، والدهون المفيدة ال HDL عند الرجال أقل من 40 مللي جرام بر ديسيلتر، والسيدات أقل من 50 مللي جرام بر ديسيلتر. آخر حاجة لو ضغط الدم عندك أكتر من 130/80. إذا عندك الأعراض دي حاول تنزل من وزنك من 5 ل 7% وزود حركتك. وإذا ما اهتمتش بتغيير أسلوب حياتك يبقى بتعرض نفسك للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، والسكتات الدماغية والمرض الزهايمر ومشاكل في القلب والكلى والعين كمان.